البرنامج ده هو للناس الفرفوشة النعنوشة اللي الضحكة عندها من غير سبب قلة فقر ونكد. رحرحة صفاء وعزة بتفصلك عن الواقع والحقيقة، وأي تشابه بينه وبين الحقيقة فهو أكيد حقيقة عادي يعني. أمال هسرح بك يا حمادة؟ المهم تفرفش معانا وتحاول تحل المسابقة مع ضيوفنا، وشوف بقى هتبقى قدها ولا عندها. وسامعاك يا اللي بتسأل هكسب ايه يا أبلة منك ليها؟ هتكسب الصلاة على النبي يا اخويا، فكها بقى معانا. اما الناس العميقة روحوا اخترعوا الذرة في حتة تانية يا اخويا من ناكله وسيبونا نفرح. الاسم احمد الشاعر. الاسم شيماء شريف. اخر مره لبست جلابيه كان في رمضان اللي فات عند حماتي. اخر مره لبست جلابيه فيها كانت في العمره، عشان كنا عاملين قاعده على الارض، فقلت ما يصحش نقعد على الارض كده وناكل وانا مش لابس جلابيه. والله العظيم احلى بيت بتاع صفاء وعزه ده. يا لهوي، دول احلى اتنين في جمهوريه مصر العربيه كلها. مرحرح صوح، مرحرحه على الاخر. قدها وعندها. قدها ولا عندها مش عارفه والله، هنشوف بقى قدها ولا عندها. انا لو قدها عشان هكسب بمجهودي، لو عندها عشان ابات في البيت لان انا مرتي اصلا هي اللي قدامي. انا عشان ما تبقاش ايه، عشان ما اخسرش. اهلا بكم في حلقه جديده من برنامج رح مع صفاء وعز. حلقتنا مختلفه لان ده اول حلقه هيلعب معانا 2 متكوسين من قد النفوس لا مش هنفرقهم يا بيت، لا كل التفرقه هيكونوا قدها ولا عندها، ده اللي هنعرفه. قدمي ضيفتك يا ابله يلا. معانا شيماء ومعانا شاعر. في كلمتين عايزه تقوليهم شيماء قوليهم. عايزه اقول لك شعر يا شيماء. تحبي تسمعي الشعر؟ يا اختي احب الشعر طبعا، ما احبوش ليه؟ شيماء يا شيماء يا شيماء، يا احلى من الزهراء يا سيدة العذراء، يا سلام، يا احلى من الفيحاء، يا شيماء انت النعمة من السماء. الله يخليكي يا اختي يا شيماء ونعم الادب والاخلاق. الله اكبر، الله والله العظيم شيماء بتكبر. الشعر غير متوقع تماما. شوفي بقى الغيره ما تاكلكش، عشان دلوقتي هقول ايه شعر ليه، بس ده شعر. لا خليها تاكلك الخير. انا بقول لا هو الغيره تاكلك. شاعر يا شاعر يا شاعر، من يوم ما شفتك اتحركت فيا المشاعر. الله اكبر. مشاعر يا شاعر، لكن خنتني ورحت الشماء، ويومها بكيت انا ياما على حظ الندامه. لا حول ولا قوه. لكن وماله ادك فرحنا اخر ايامه. الله اكبر، شاعر بيكبر. فرحنا ضحكنا نزعل بقى. يلا باشا ساتر يا رب عشان احنا في فرحه. يلا صفرتك الشيماء يا اختي ماشي. هنسال السؤال قبل ما تجاوبي لازم تصفري الاول. بعد كده قبل ما اجاوب. احب النظام. الولد حماده ده واد يقول لك ده عامل زي الكمبيوتر ماشي، الكمبيوتر متحرك. ليه؟ اول واحد دخل النت في البلد وسطب ومسمينه حماده واصله. ولا تقول لي شركه تيت ولا شركه فت، لا حماده واصله. كان يقعد ليل نهار على النت ما يعتقوش. المهم تلاقى بنت كده شعر اصفر، عين خضراء، حلاوه، جمال. المهم والولا ما تقلعوش من رجلك، شبه وش رجلك يا شاعر، ما تقلعوش منها. ماشي. المهم قال لها لا انت مش حقيقه، انت مش حقيقه. قالت له طب شغل لك كاميرا. قال لها لا ده فوتوشوب. قالت له طب تعالى. بعتت له لا انت منين؟ قالت له من المنيا. لا من المنيا ده. قالت له المنيا طلع المانيا. لا ده فاكرها منيا القمح الاول. قالت له دي فين؟ قال لها دي في اوروبا. قالت له دي في اوروبا. المهم راح لها لقاها فعلا اكنها عروسه، شعر اصفر، جمال، حلاوه. قالت له يلا نتجوز يا فرعون، مسميها فرعون. المهم اتجوزوا. انا تهت. ولا لا ركزي. انا مركز. ولما اتجوزوا اول يوم بقى راحت بيتها وهي نايمه اتلقى فران في البيت. قال يا ساتر يا ساتر دي عين، حسيتوه في البلد. الوليه ام نوال قعد يقتل في الفران صحي قعدت تبكي وتقول له ايه ده فراني. اتلاها بتربي الفران اكباد، طلع بره بيربوها. اجنبيه بقى. ايوه اجنبيه افرنجيه. طردته ورجعته يسكت بقى على مصر. قال لك انا هنتقم منها. رجع هنا وانتقم من الوليه ام شعر اصفر. انتقم منها ازاي؟ ده السؤال؟ كل واحد دي 3 اجابات بس، غير كده خلاص هتغسل. ماشي. ايه ده؟ اتزوج ام عفاف دي ولا لا قفل الكمبيوتر. لا انت ربى سلاح في النيل. لا خد الفران معاه. لا ما قتلهم. لا حلق لها شعرها. لا راح عاش في المنيا. لا اقول لكم الاجابه. هو رجع من المانيا، قام فتح الشركه الالمانيه لاباده الحشرات.
والله العظيم كنت هقول كنت تقول يا شيماء. لا ما كنتش هقول كده يعني، بس كنت هقول حاجه شبهها. السؤال بقى التاني، ركزوا معايا. ماشي. الولد حماده اتجوز البت سحر، وبعد ما اتجوزها لقى بنت بخيله خالص. كل شويه يقول لها يا بنت يا سحر حط ايه سمنه في الاكل، مش عايزه تحط سمنه في الاكل، بخيله. لدرجه ان هو لما يرفع لها الشبشب تروح ايه ماسكه حتى المعلقه كده وايديها ايه بتترعش، بتحط بتخاف من السمنه في السمنه، الاكل. بتخاف منها. المهم فجوزها قال لها طب بصي بقى يا سحر، حماده يعني قال لها بصي بقى يا سحر، انت كل لما تزودي معلقه سمنه في الاكل عمرك هيزيد سنه. فاتبسطت خالص، بس كل لما تعمل الاكل تحط ايه كل ايه تزود بقى في السمنه ياما 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 عشان عمرها يزيد. جه الولد ايه ابنها مات، قام عملت ايه؟ بقت تقلل من السمنه عشان هي كمان عايزه تموت تحصل ابنها. السؤال بقى المثل اللي ينطبق على سحار مثل معروف خالص. معروف فعلا. انت عارفاه؟ والله بس مش عارفه افتكره، طول ما ببص لك كده ما بنسى كل تبصلوش حاجه. خلاص. انا في انت بتجر عليا وباين على وشي انت عايز نخسر. بنت جايه تفرقهم عن بعض. انت عايز نخسر انا عارفه. طب قولي المثل وانا اقول وراك. اسهلها. قولي هي كانت لا ما تسهلهاش. لا خليها تسهلها بقى والنبي عشان انا بنسى في دماغي. بتخاف من السمنه، هو لا عمرك هيزيد، بقت بتحط في سمنه ايام ابنها مات، راحت رجعت تاني لعادتها القديمه. ايوه رجعت ايه؟ رجعت ريما لعادتها القديمه. يا ابني سبحان الله عرفت. السؤال الثالث وركزوا فيه وسهل خالص. دلوقتي سيدي كان بيحكي لي يا بنت في فرح ابوك، قمت بقى يشوف الدنيا فيها ايه، اللي بينجد واللي بيفرش نزل اتفاجئ، قال لك ايه ده واللي المنجد بيعملوا ده، واللي كسروا الخشب ده، واللي بيحصل، وراح مسك المنجد قال له كلمتين في عظمه. سهل السؤال، قال له ايه؟ قال له عليا الطلاق بالثلاث لو ما خلصت. لا ماليش حاجه يا بنت بيقول لك اوكي. اهدى ايه ده بقى؟ ده بقى ده انت كده اجابتين غلط. خلي بالك. زحمه يا دنيا زحمه. لا غلط خلاص. غطوا عليها يا بنت في ايه؟ خلاص الوقت خلص. يا منجد علي المرتبه بعمل حساب الشقلابه، يا منجد علي المرتبه عروستنا حلوه مقدبه. استحاله كنت اعرف. والله ولا انا بقى يا ولاد بقى دي سهله خالص. فيها ايه؟ احنا اجانب مش منين. احنا في الاسئله بتفضل لكم الامثله. بسم الله. المثل اتفشخر بعشه من حر مالك. مش بفله بتاعت مين بقى؟ بتاعت جيرانك. لا بتاعت حماتك. لا بتاعت ممالك. لا اصحابك. لا حر مالك وزنك. مالك خلانك. لا قربت يا شيخ. بنت خالك. الله اكبر. قالت لا والله ما قلتلاش حاجه. اثبتوا. ابو ايه في بيته سلطان، ابو حاجه في بيته سلطان. ابو اردان. لا ابو اردان. ابو راع. لا ابو براء. لا والله ثانية واحدة بس. تتحسب والله كنت ماشي على فكرة. والله ما على فكرة كنت تتحسب. ماليش دعوه. هو اللي قلت والله كنت بكح. هو اللي هياخد النقطة ليه؟ لأنه قال أبو إردان مش بعيد من أبو جعران وهي غشتها. جيت أشتغل في إيه؟ كترة الأحزان. جيت أشتغل في إيه تاني؟ لغو رمضان. جيت اشتغل في الفرح؟ لا. في فرحة؟ جيت اشتغل في الحلم. لا غشتها. اقسم بالله غشاها اللي بنتي ما تعرفي المثل ده. ايه ده؟ انا اللي مربيك. انت تعرفي ايه؟ بقول لك ايه؟ انت معايا طول لسه في اليوم. النص التاني. النص التاني. ماشي على فكرة ما قلناش حاجة. بقيتها بقى. لا بص اشتغل ايه اهو؟ اهو انا لسه اشتغل ايه؟ لغو رمضان. مسحرات. الله اكبر. خالصين. شهريك. لا انت لا. كده تعادل. وحشتني يا ابن الكلب خالصين. قلت نصار. كده تعادل. انتوا كده تعادل. ماشي تعادلين متعادلين. كده هنبات احنا الاثنين في البيت. اوكي. وكده في الاخر الهديه اللي كنتوا الاثنين مش عشان مع بعض. صح صح هاخدها يعني هاخدها. ماشي. المهم يا اولاد دي كده الفقره الاهم، التحديات دي بقى اللي هتثبت الحقيقه، ولا غش ولا يحسنون. ماشي. نروح للتحدي ونرجع مره تانية. ورجعنا لكم مره تانية بالتحدي السهل خالص زي ما احنا عارفين ان الاستاذ العسل شاعر، والاستاذه السكره شيماء بيمثلوا ويحبوا التمثيل وبيجروا في دمهم كده. عشان كده انا والبت عزه كان في حكايه حصلت وسمعنا عنها زمان. فاكره يا بنت؟ يا بنت بسمح بالنهار. حكايه شيق كده والله.
عشان كده عايزين نحضرها. قلت لها ازاي يا بنت؟ قالت لي شاعر وشيماء يمثلوها لنا، انا احكي لكم الحكايه وعايزاكم تمثلوها لنا. ماشي؟ حلو الكلام. دلوقتي فيه البنت ساميه العاميه والولا فوزي. الله يرحمهم يا بنت يا صفاء. بس كانت قصه حب. يعني كان نفسي اعيشها. نفسي اعيشها والله. الفكره في الله ايه؟ يرحمه. فوزي اترعش واصم، وهي عاميه حبها حب، بيحب شكلها يحب، بس مش عارف اوصل لها، وهي ايه مش شايفاه، وطبعا ما بيتكلمش، مش سامعه غير نقنقه منه ومأماه. هتقول لها ازاي انك بتحبها وعايز تتجوزها؟ أبا 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 أبا. ده بيقول ايه ده؟ ايه ده؟ أبا ابا ابا ايه؟ عايز ابا اشيلك ابا يعني؟ أبا ابا أبا أبا. ايه ده؟ ايه ده؟ بيشبكها بالقصب. أبوك على اقشرهولك؟ بيب أبا أب. ايه ده؟ ده عصايه دي ولا ايه دي ولا قصب ده ولا ايه ده؟ أب. انت عايز ايه؟ عايز ايه من مناخيري؟ ايه ده؟ في ايه؟ ريحتي مش حلوه يعني ولا ايه؟ أبا يا حبة عيني بيحبك يا بنت. بحبك يا شيماء. ايه ده بيحبني؟ بحبك. وكل ده بيعبر، كل ده بيعبر. ما بنقعد اصلا كده. امال لو يتجوز ده يتجوزني ازاي؟ مش عارف يعبر عن عايز يتجوز. انت بتحبيه؟ اه هي ابا برضه، هي ابا. انا كمان أبا. ابا. هي ابا، هي ابا. عسل عسل عسل. طب حلو الكلام كده. حازم وقف في صف شيماء، امال ليه؟ والشاف وقف في صف شاعر. عشان كده هنفصل ونفضل النتيجه تعادل، وهنفصل بالتحدي الجاي. ورجعنا لكم مره تاني مع تحدي بسيط وسهل خالص خالص. هقول لكم حاجه. افرض دلوقتي انتوا في صحراء، ايوه ماشي؟ نعم. قدامكم حاجه لازم تاكلوها، ماشي. يا اما هتموتوا. يا مفيش غيرها، يا تاكلها وتشربها يا تموت. هتعملوا ايه؟ هتعملوا ايه بقى؟ العقل بيقول ايه؟ ازاي في الباترينا. ايوه هاكلها واشربها. وانت يا شيماء؟ اكيد هاكلها واشربها. هات ايدك يا شيماء. ايدك يا شاعر. ما تخافيش يا شيماء. لا استنى يا شاعر ما تبداش. ما تخافيش يا شيماء والله. ده مش خايفه يا اختي. لا دي حاجه انا ماسكاها عادي اهو. دي كوبايه في ايه؟ امسك. يلا نعمل ايه؟ نشرب؟ اشرب بقى. اللي هيشرب الاول هو اللي هيكسب. يلا يا شيماء، الشاي شكله هيشرب يا شيماء. يلا يا شيماء. الله اكبر. شيماء هي اللي هتكسب. ايه يا شيماء ما تصدق الفعها ياما بس. ايه ده؟ الله شيماء شربت. الله لفت. لا ما شربت. شربت شيماء شربت. شعر شربها لا كلها. شيماء شربت. شربها كلها. استني وتبطي. هي شربت. ايه ده لازم اشربها كلها؟ انت شربتها كلها بجد؟ والله ايوه شربها يا ابن كلها. اللذينه ما بتعملش الحاجات دي في البيت ليه؟ على حنك واحد. يلا. يا يلا نهار اسود ريحتها وحشه. لا دي حلوه ده. يلا بقى. هو اللي ياخد اكتر منه. انت شربتها بجد كلها؟ والله شربها. ده طعمها حلو جدا كمان. ايه ده انت نفسك ده انا حلوه قوي بفكر كده اعملها في ليه؟ البيت. بجد الشاعر. والله ده بيت بالليمون ولا لا ماشي. طب انا بلعب بعدين. لا مش قادره اشربها شربت طبعا. اهي. في ايه بقى؟ في يلا ايه؟ لا شربت خلاص. تاخد نص نقطة. لا اخد نص نقطه. ورجعنا لكم مرة تاني مع تحدي سهل خالص على شيماء، لكن يمكن يكون صعب شوية على مين؟ على الشاعر. حاجة تسمع التحدي الشاعر. ده هيكون لست البيت الأصيلة. دلوقتي احنا داخلين إن شاء الله بإذن الله على شم النسيم. نسيم. فيه رنجة وفيه فسيخ. ننضفهم إزاي؟ افرض شيماء قاعدة بتردع الولا هارون خارج. الولا يعني إيه؟ قاعدة جعان. الواء عايز رنجه. عايز آخد الوقت تنضفوا لي الرنجة. وري كده مين ولا اللي اسرع؟ مين اللي اسرع؟ وين اللي بينضف اسرع بينضف حلو. انت بتنضفي رنجه. ومين اللي هينضف يا اختي بسرعة الرنجة؟ ننضف يا عسل. اختي. شايفه شيماء امي بحق وحقيقي. ما ننضفش أم أصيلة ليه؟ بتفكرنا بأمانها رزق. والله يا اختي. لا دي بصي دي حلوه. لا يا شيماء انت بتنضفي ايه كده؟ ده أول مرة تنضف رنجة. والله ايه كده؟ ليه يا شيماء انت حافظه؟ ده ننضفها مش من جوه. ده مش سمك يا شيماء. يلا شيماء بتكسر. افتكرت يا شيماء هي اللي اختي. منوره وشي. خلاص ايه. فك الراس. افتكرت منوره يا وشي يا اختي. شيماء. نشيل البطارخ. بقول لك ايه والمصحف فيها بطروخ حلو. اديني حته. اوعي تعالي يا شيماء بس. لا والله العظيم بصي بزعل. والنبي بنت وشها حلو. هات الشيماء. والله بزعل. هات الشيماء. والله العظيم بس بزعل. انا بقتل اللينجا مش بعمل فاهم. يا اخويا انت نشيل خدتها البطروخ. كلها؟ والله العظيم بزعل. لا انا بحلف. اهو اديني بعد كده نشيل الراس. بطروخ بصوا هو بيقرقش. اديني حته. والله العظيم بزعل. بحلف والله همشي واسيب خلاص التصوير. اتهدي وتبطي. امسك. وشيلنا بصي الراس. بصي هو ما طلعش معاه بتاع. طلع لا، لنا في بطال. مصارين انا نضفتها اهي وخلصتها اهي واكلناها. وكمان كلناها اهي بس. الله شكلها اكبر. كذبي. بس حلوه عن قوي. سقف عن الله اكبر. شيماء بتكبر.
بس احنا دلوقتي هنكسب، مع ان الفقره دي ما فيهاش نقط، بس ان شاء الله هنكسب. الموهبه تغلب كل شيء. طب عايزين بقى تقلد لنا حد كده ولا انت تقلد لنا حد حاجات حلوه يعني؟ لا هو يكسب بقى، هو بيكسب في التقليد. يلا يلا قلد لنا يا شاعر. مش عارف ابتديكم منين. الله اكبر. احلى حاجه بقى الرحرح مع صفاء وعزه، عشان نبقى قاعدين قعده صفا بالصلاه على النبي كده، واي حد مش هيشوف البرنامج ده مش هحترمه. انتوا عارفين اموت مش حاسس. معلش احنا بنتكلم. معلش شاعر بيتكلم. الله اكبر. شاعر بيكبر. عسل عسل عسل. يلا الشماء. ماشي يا اختي نقلد هيفا. قول. يلا بينا. فكرني عاتبك هلومك تعلمي يا بنت. وحسبك فكرني عاتبك هلومك وحسبك بكره شو يناديك. عشان كده نسلمهم الكيسة. طبعا انتم متكوسين وبتحبوا بعضكم، يبقى نديهم ايه؟ قلة حبنا. يلا امسكوها مع بعض. يلا هكسرها وراك تشغل. ايه ده في ايه؟ ايه ده لا انت تكسرها على الزير مش القلة. اوكي. استنونا هنتعشى ونجهز العشاء ونقعد معاكم ونرحرح. يلا بقى عشان الحواوشي ده الله. ده ليه نظام تاني. بس آه. لما تمد ايدك وتدخل. بقول لك ايه ده؟ المخلل كمان. انا اللي عاملاه. الله اكبر. وانا عامله ايه بقى؟ مخلله انت المخلل. حطيتي بس المخلل. حواوشي صفاء وعزه. ايه رايكم فين؟ هتاخد صوابعك وراه. تحفه. حلو. قولوا لي بقى شيماء والشاعر اللي هيجوا بعدكم تنصحوا بايه؟ والله اقول له قوي قلبك، قوي قلبك مع صفاء وعزه ورحرح ما يهمكش. اهم حاجه الرحرح. وانت يا والله. شيماء؟ لا اقول له اكلهم زي الفل ولازم يجي يدوق ويجرب، الله اكبر. واللي مش هيجي هيفوتوا كتير من الاكل. تسلم ايدينا. وايه رايكم بالاسئله؟ اسئله جميله سهله خالص اظن يعني. قوي. بس انتوا بس انا كسبان صح ولا ايه؟ لا ايه الحقيقه بس يلا. يلا استنونا الاسبوع الجاي مع صفاء وعزه ورحرح. رحرح الصلاة عنك، معلش احنا بنتكلم. معلش بقى. جود باي. يا للي يا للي يا للي يا ابو العيون السود يا خلي. يا للي يا للي يا للي يا ابو العيون السود يا خلي. يا للي يا للي يا للي خليك على كيفك تملي. يا عيني يا للي يا روحي يا للي يا سيدي يا للي يا عيني يا للي يا روحي يا للي يا سيدي يا للي. آهي آه آهي آه آهي 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 آه آهي آه آهي آه آهي 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 آه. أول دخولنا الجنينة عيط الياسمين يا لالي، والسيسبان اشتكى والورد قال دهني يا لالي. يا عطورون في المبيت الكل حبوني يا لالي. يا عيني يا لالي يا روحي يا لالي يا سيدي يا لالي يا عيني يا لالي يا روحي يا لالي يا سيدي يا لالي. آهي آه آهي آه آهي 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 آهي